دخل الجنة موفور السادة وحل العرش عليه ورنا. دخل الجنة موفور السادة وحل العرش عليه ورنا. ماسل في طرفه طيف الحمى فهو في الفردوس يبكي الوطنا. ماسل في طرفه طيف الحمى فهو في الفردوس يبكي الوطنا. عدوي الذكر في الأقصى دنا والخيام السمر أشتات المنى. وعدوي الذكر في الأقصى دنا والخيام السمر أشتات المنى. والفدائي بأطراف القنا أكتب اليوم نحتفي بذكرى الشهيد. هل تتذكرون هذا اليوم 9 مارس 1969 عندما استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض؟ منذ هذا الوقت ونحن نحتفي بهذا اليوم. إنه يوم للتضحية والكفاح والنضال. نعم، التضحية بلا حدود، هكذا هي عقيدة الجيش المصري العظيم. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 قتال. هذه المجموعة التي أذاقت العدو من 67 ل 73 الأمرين بهجماتها القوية ودفاعاتها وتضحياتها الباسلة وقدرتها على اصطياد العدو. ضيفنا اليوم هو واحد من هؤلاء الأبطال. تولى قيادة المجموعة 39 بعد استشهاد إبراهيم الرفاعي، رمز وطني جليل، قائد عسكري استشهد في الميدان في 19 من أكتوبر 73. ضيفنا اليوم اللواء محيي نوح. أهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. يعني الحقيقة احنا بنرحب بيك، ولكن قبل أن نبدأ الحوار، اليوم أيضا كان هناك وقفة شعبية في مصر، وهذه الوقفة كان تعبير من الناس، من المصريين، إنهم بيقولوا احنا أيضا نحتفي بيوم الشهيد. تعال معنا نشوف الأول تقرير للزميل محمد عبد العزيز حول يوم 9 مارس يوم الشهيد. لو يقتلون مثل ما قتلت، لو يعرفون أن يموتوا مثل ما فعلت، لو مدمن الكلام في بلادنا قد بذلوا نصف الذي بذلت، لو أنهم من خلف طاولاتهم قد خرجوا كما خرجت أنت، واحترقوا في لهب المجد كما احترقت، لو قرأوا يا سيدي القائد ما كتبت، لكن من عرفتهم ظلوا على الحال الذي عرفت، يا أشرف القتلى على أجفاننا أزهرت، الخطوة الأولى إلى تحريرنا أنت بها بدأت، يا أيها الغارق في دمائه جميعهم قد كذبوا، وأنت قد صدقت جميعهم قد هزموا، ووحدك انتصرت. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. 9 مارس يوم الشهيد. رجل يمضي إلى ميدانه، يدافع عن عرض جيرانه، يحرر أرضه السليبة، يبني مجدا لأولاده، يحيي فريضة غائبة فلا يعود منه إلا بعض متعلقات. وآخر يخرج يغرس أرضا، يبني سدا، يحفر قناة فيدفن تحت الركام. وشاب يسعى يحمي بيتا، يطفئ حريقا، يطارد مجرما فيعود ملفوفا في كفن. ومواطن يثور يقضي على ظالم، يتحرر من فاسد،
يحلم بغده الأفضل فلا يبقى لنا منه إلا بعض الذكريات، ذاك هو الشهيد. في مثل هذا اليوم عام 1969 كان عرس استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أول عبد المنعم رياض على جبهة القتال. لم يترك جنوده في الميدان وحدهم، وإنما كان قبلهم على خط المواجهة وفي أثناء العمليات القتالية. توقع ما حدث في المنطقة من حرب على العراق وتفتيت للأمة بعد نفاذ بترول أمريكا. أوصى الرئيس الراحل عبد الناصر بتجنيد حملة المؤهلات العليا وألا تكون الجندية بالقرعة. أجاد الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية، ودرس العلوم الاستراتيجية والاقتصاد والرياضة البحتة. وضع ملامح خطة العبور والتي طورت فيما بعد إلى الخطة جرانيت ثم خطة أكتوبر المجيد بدر. إنه فارس الصحراء، الجنرال الذهبي، حكيم العسكرية المصرية، الفريق أول عبد المنعم رياض، صدق مع الله فصدق الله معه ومن عليه بالشهادة. لمنتهى الصراحة، محمد عبد العزيز. رحم الله الفريق أول عبد المنعم رياض، ورحم الله كل شهدائنا الأبرار. إذن ضيفنا وضيفكم هو اللواء محي نوح. أهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. أهلا يعني هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، ماذا تمثل لك وأنت كنت ضابطا في الميدان في هذا الوقت؟ كيف سمعت بالخبر وكيف ثأرت المجموعة 39 قتال لروح الشهيد الراحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لازم نبدأ بهذه الآية. صدق الله العظيم. لازم نبدأ بهذه الآية عشان احنا في ذكرى الشهيد، ذكرى شهداء مصر، ذكرى شهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم في سبيل رفعة هذا الوطن. الشهيد عبد المنعم رياض كان الجنرال الذهبي كما أطلق عليه الروس في ذلك الوقت، وكان من القادة القلائل الذين يحاربون في الجبهة مع الجنود والضباط. ولد في 1919 في قرية في الغربية، تدرج في المناصب إلى أن وصل رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 11 يونيو سنة 67 بعد النكسة. بدأ يعد الدولة للحرب كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، بدأ يعد الناس للحرب. وبدأنا في حرب الاستنزاف، وبدأنا نقاتل العدو إلى أن استشهد يوم 9 مارس سنة 69. كان واقف في وسط جنوده. بعد يوم 8 مارس كان في ضرب مدفعية على طول الجبهة. راح تاني يوم عشان يشوف الخسائر اللي حصلت ويرفع معنويات القوات بتاعتنا ويقف في وسط قواته وفي وسط جنوده. فجات له، هو كان الكلام ده في موقع رقم 6. جات له دانا، عمل التفريغ، استشهد وسط جنوده وضباطه. احنا بقى كمشاعرنا لابد ان ننتقم. ليه ننتقم؟ انت صعيدي وانا شرقاوي، لابد اولاد عم، لابد ان يكون هناك. احنا ما بنحبش حد يعمل فينا حاجه ونقعد نتفرج، ولا اي مصري يحب ان حد يعمل فيه حاجه. قلنا لازم ننتقم له. جات لنا اوامر من الرئيس جمال عبد الناصر للمجموعه، لان كان هناك علاقه طيبه جدا بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر. جات لنا اوامر ان احنا ننتقم له. رحنا استطلعنا موقع لسان التمساح المقابل لمدينه الاسماعيليه. استطلعنا هذا الموقع استطلاع جيد جدا. كان عباره عن 4 دشم محصنين تحصين جيد جدا. دشم فيها خرسانات زائد شبك زائد حديد زائد يعني تتضرب بالطيران ما يحصلش فيها حاجه.
وبين الدشم هم الاسرائيليين لا يقاتلوا الا من خلف جذر. رحنا استطلعنا، عملنا موقع في الخلف زي الموقع 4 دشم ومنطقه اداريه في النص، وبدانا نتدرب على الموقع. كان الموقع ده فيه 40 فرد. بدانا نتدرب في المنطقه الخلفيه على موقع مشابه لهذا الموقع، وبدانا نتدرب في النيل ونتدرب في بحيره قارون، نتدرب تدريب قاسي جدا. يوم 19/4 في اخر ضوء بدانا نعد نفسنا عشان نعبر ونهاجم الموقع. فبدا ضرب المدفعيه على الجبهه كلها. احنا مستعدين من الاسماعيليه ب6 قوارب، بدانا نتحرك تحت ستر نار المدفعيه. المدفعيه بتضرب واحنا بنعبر. كنا عباره عن 4 مجموعات اقتحام، كل مجموعه هتدخل على دشمه من الدشم اللي موجوده. انا كنت قائد مجموعه، احمد رجائي قائد مجموعه، وقام سالم قائد مجموعه، محسن طه قائد مجموعه، ومعانا زميل رفعت الزعفراني، ومع العميد مصطفى كمال في الخرف. وكان يقود هذه المجموعات الشهيد ابراهيم الرفاعي رحمه الله عليه. دخلنا على الموقع، نزلنا جنوب الموقع بحوالي 100 متر. تعليمات من ابراهيم الرفاعي لرفع الضرب عن الموقع. رفع الضرب عن الموقع، دخلنا على الموقع. كل واحد على الدشمه بتاعته. بدانا نتعامل بالقنابل اليدويه، بقنابل الدخان، بالاسلحه الصغيره، بكل ما معانا من اسلحه. لدرجه ان احنا بدانا نتعامل بالسلاح الابيض. معانا خناجر بدانا نتعامل بيها. قضينا على قوه الموقع كامله. كانت الى كام؟ 40 فرد. 40 فرد. قضينا عليهم. انزلنا العلم الاسرائيلي، رفعنا العلم المصري، جبنا بعض الاسلحه من هناك. استمرينا فوق الموقع لفتره كبيره جدا، الى ان جت لنا اوامر بان احنا نسيب الموقع، لان طيران العدو بدا يتحرك مع دباباته، فقالوا لنا نسيب الموقع. اصيبت انا في هذه العمليه. طيب في أنا عاوز الوقت أوريك ده يعني. اظن بعد اصابتك جالك زارك رئيس جمال عبد الناصر. ما انا جاي لحضرتك. عايزك توصف لي اللحظه دي. ما انا جاي لحضرتك. قالوا لي مستشفى القصاصين، ومن مستشفى القصاصين طياره هليكوبتر خدتني الى مستشفى المعادي. في مستشفى المعادي قابلني الفريق صادق، محمد احمد صادق كان مدير مخابرات حربيه في ذلك الوقت، وجه قعد معايا. كانت هدومي ملوثه بالدم كلها، وجالي قال لي انا في زياره جايه لك مهمه، عد نفسك نفسيا انك انت. فانا دخل في دماغي لا هيجي لي الفريق فوزي محمد فوزي. اللي هو وزير الحربيه. ففجاه جالي وقال لي عد نفسك نفسيا انك انت تقعد وتتكلم مع الرئيس جمال عبد الناصر. انا رقيب ضابط صغير، ورئيس الجمهوريه جاي يزور ضابط صغير، فطبعا انا يعني كانت عندي كبيره جدا. نعم. فجاه دخل الرئيس جمال عبد الناصر ومع الفريق فوزي ومع بعض القيادات السياسيه، ودخل اللي هو صادق وقف جنبي في الناحيه الثانيه، وقال له النقيب محي نوح من ضباط المجموعه 39 قتالي اللي قاموا بالعمليه. فالرئيس جمال عبد الناصر سال الدكاتره الاول، قال لهم اقدر اكلمه؟ فقال له ممكن تكلم معاه. فقال لي انا عاوزك تحكي لي ايه اللي حصل. قلت له يا فندم انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. الجندي الاسرائيلي الذي كان يقال عليه انه جندي لا يقهر، استطاعت المجموعه ان تقضي على هذا الجندي، وسمعت استغاثاته كلها موجوده على جميع اجهزه التصنت. كان بيستغيث. قلت له يا فندم ده دعايه صهيونيه، دعايه للجنود بتاعتهم، واحنا صدقنا هذه الدعايه، لكن احنا حاليا كسرنا الحاجز النفسي اللي بيننا وبين الاسرائيليين. فطبعا كان مبسوط جدا، وقال لي طب
كان تأثير هذا ايه مع زملائك اللي كانوا موجودين معاك قلت له زملائي معنوياتهم في السماء وعاوزين باستمرار ان احنا نستمر في هذه العمليات. قال قدامكم الطريق مفتوح، اعملوا زي ما انتوا عايزين طالما بتعملوا لمصلحة البلد وطالما بتدافعوا عن البلد فانا معاكم قلبا. واي مطالب لوزير الدفاع قال لهم اي مطالب يطلبوها تتنفذ فورا. طب تعال نشوف ماذا قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن الجيش المصري في هذا الوقت. الجيش المصري جيش واعي، جيش وطني، جيش عربي، جيش مقاتل، جيش سائر، جيش مناضل. وإذا كان مش جيش مرتزقة، وفي نفس الوقت هم بيكبروا الجيش وفاهمين انهم هيعملوا جيش كبير بيقدروا يحاربونا بيه. طبعا عملية بناء جيش مهما جابوا خبراء انجليز وخبراء امريكان مش هيقدروا ابدا يبنوا الجيش اللي يقدروا يتصدوا لنا بيه. برضه يعني بنقول لهم ان احنا خططكم عارفينها، واحنا ببساطة نستطيع ان نعزل السعودية كلية عن اليمن. الحقيقة يعني كلام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن الجيش المصري كلام واضح ومحدد، وهو يعطي رسالة واضحة حتى في اللحظات ربما اللي كان يشعر فيها البعض بأن معنويات الجيش ممكن تكون اتأثرت ب67، لكن الجيش كان جيشا وطنيا قويا بالأساس. أنا أريد أن أسألك عن لحظة استشهاد البطل إبراهيم الرفاعي، هذه اللحظة المهمة. استشهاد البطل إبراهيم الرفاعي أثر فينا جميعا. احنا كنا واخدين مهمة في سنة 3 أكتوبر 73. أولا احنا يعني عاوز أدي لحضرتك فكرة، المجموعة عملت 92 عملية على خط القناة وفي داخل سيناء وفي داخل إسرائيل نفسها. يعني اشتغلنا في داخل إسرائيل. نعم. ضربنا إيلات. نعم. ضربنا مناطق سيدوم في إسرائيل. ضربنا مناطق الفوسفات في إسرائيل. فإحنا اشتغلنا على طول الجبهة كلها من راس محمد في الجنوب إلى بورسعيد وبور فؤاد في الشمال. عمليات مستمرة، ما كناش بندي فرصة للعدو. يعني احنا جالنا زيارة الرئيس أنور السادات، دي المجموعة أول زيارة لوحدة بعد العمليات على طول، بعد ما تولى كان جه للمجموعة 39 قتال. فكان حصل وقف الإطلاق النار بمبادرة روجرز. واحنا قاعدين في الاجتماع، وطبعا انت عارف في التوقيت زي كده هيجي الرئيس هيتكلم كلمتين ويمشي وبتاع. قلت لا يا ريس، قلت له احنا سمعنا ان في وقف الاطلاق النار واحنا بندمر في العدو وبننزل فيه خسائر وكسرنا الحاجز النفسي اللي بيننا وبينه، والعدو لو احنا وقفنا اطلاق النار هيعيد مواقعه مرة تانية، هيرفع من معنويات قواته. احنا عاوزين باستمرار ندننا فوق نفسه. نعم. فضحك انور السادات وقال لي يا محيي يا ابني، قبلها الاسم، قال لي يا محيي يا ابني احنا ملتزمين بقرار اخذناه، ملتزمين بهذا القرار، لكن هتستمروا تشتغلوا وتعملوا وتحاربوا وهتقتلوا وهيبقى اكتر واقوى من الاول. ويمكن في كتب لنا المجموعة، كتب في هذا الكلام في السجل بتاع المجموعة. مجموعة خدت خلال الفترة اللي فاتت، خدت مجموعة من الأوسمة والأنواط من الرئيس جمال عبد الناصر ومن الرئيس أنور السادات. أنا عايز بس أقول حاجة لحضرتك، الشهداء بتوع المجموعة لأن دول لهم حق علينا. نعم. وإحنا في يوم الشهيد النهارده. نعم.
العقيد أركان حرب إبراهيم الرفاعي استشهد يوم 19/10 يكفي الاسماء. 73. الاسماء بس. رائد أركان حرب محمد عصام الدالي، رقيب بحري موسى عبد العاطي، عريف محمد عبد الحميد، عريف طه السباعي، جندي مجند ثاقب محمد، جندي مجند محمد العوضي، جندي مجند محمد زناتي، جندي مجند محمد عبد المنعم، جندي مجند محمد الماطي، جندي الباس سالم، جندي عامر، عريف احمد بطاوع. دول شهداء رحم الله المجموعة. شهدائهم جميعا. الله يرحمهم جميعا. طيب انا اسالك، الروح الوطنيه اللي بتتكلم عليها حضرتك دلوقتي، هل تعتقد انها ما زالت موجوده الان؟ والله يا فندم انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. انا مستاء من اللي بيحصل للقوات المسلحه. بعض الناس بتطلع تهين القوات المسلحه في هذه الايام. للاسف. ازاي اهين القوات المسلحه واطلب منها تدافع عن الحدود؟ انا حدودي كلها معرضه. الحدود في الشرق معرضه من اسرائيل، في الجنوب معرضه، والسودان انت شايف بيحصل فيها ايه، والتفكك اللي في السودان، وليبيا في الغرب، ليبيا النهارده بيفككوا فيها وبيعملوا فيها ايه. فاذا حدودي انا النهارده كلها، ازاي اهد الجيش بتاعي؟ الجيش المصري اقوى جيش في المنطقه، ازاي اهينه؟ ويكاد يكون الجيش الوحيد المتماسك الان. الله، ده المؤسسه الوحيده في مصر هي المتماسكه الان. الجيش الوحيد في المنطقه العربيه هو الجيش المصري اللي موجود الان. ازاي اهينه؟ يحارب ازاي بعد كده؟ ونقول للمجلس العسكري، ما المجلس العسكري دي ما هي قياده الجيش. لكن هناك اخطاء الناس بتحمل المجلس الاعلى، اخطاء معينه. الاخطاء حاجه، نعم، والجيش حاجه تانية. اخطاء يمكن نتيجه لانهم مارسوا عمل سياسي في فتره معينه. هم ناس بتوع حرب. نعم. فما ناخدش الجيش نتكلم عن الجيش. انا اسأني جدا بعض الناس اللي كده تطاولت على الجيش. نائب ويمكن مع حضرتك يتطاول على الجيش ويتطاول على المشير طنطاوي اللي هو رمز القوات المسلحه، ويتطاول على الشيخ محمد حسان اللي كلنا بنحبه وبنجله. ليه نتطاول على الناس؟ ليه نهد هذه المؤسسه؟ ليه؟ نعم. مؤسسه وطنيه. هذه المؤسسه مؤسسه وطنيه هي اللي باقيه دلوقتي تستطيع انها تدافع عن هذا البلد. نعم. انت عاوز اسرائيل تدخل بكره الصبح؟ نعم. انت عاوز امريكا تدخل تحتلنا؟ مين اللي هيدافع عننا؟ نعم. لابد ان احنا نقف كلنا ونساند هذه المؤسسه العريقه، اقوى جيش في المنطقه واحسن جيش في المنطقه. وانا اعتقد اعتقاد شخصي ان الناس هتبدا تغير فكرها خلال الفتره اللي جايه. طيب، بهذه المناسبة اليوم يعني احتفى العديد من الرموز المصرية وأبناء الشعب المصري عند النصب التذكاري بذكرى يوم الشهيد. تقرير ثم نعود. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ حديث هذه الجلسة فإني أرجوكم أن تقفوا معي دقيقة في ذكرى الفريق أول عبد المنعم رياض. حقا هو الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذي استشهد في 9 مارس عام 1969، وهو يقاتل مع 35 من ضباط وجنود الجيش المصري العظيم على الجبهة في معركة شرسة قادها بنفسه ضد العدو الصهيوني استمرت لأكثر من 1.5 ساعة. سقط خلالها العديد من الشهداء ليصبح هذا اليوم هو ذكرى يوم الشهيد. يوم الشهيد لأمتي يوم الحياة، ويعز صوت العالمين إلى السماء. نحن نحتفل بعيد الشهيد وليس تأييدا لأحد إلا لشهداء مصر وأهل شهداء مصر، تدعيما لهم وتقديسا لهم وتكريما لهم لما قدموه من دماء وشهداء وفلذة أكبادهم في سبيل رفعة هذا الوطن. الشهيد عبد المنعم رياض ده قائد عظيم طبعا. ما فيش قائد في التاريخ كان مع جيشه في الصفوف الأولى، الوحيد في شهداء العالم من القادة اللي كان في الصفوف الأولى مع الجيش بتاعه مع جنوده وظباطه. يوم 9 مارس هو تاني يوم في حرب الاستنزاف اللي قدرنا منها بعدها نعمل حرب اكتوبر المجيدة
الشهيد الفريق عبد المنعم رياض كان رئيس اركان حرب القوات المسلحه، ورغم ذلك وصل للخط الامامي ونزل في حفره على حرف الميه عشان يراقب مسار النيران، وبالتالي اليهود تمكنوا من تحديد موقعه واصابوه. ده بيدل على الشجاعه والشهامه. يوم ما استشهد كان معدي في الشلوفه في السويس، كانوا عندهم عمليه انتحاريه زي ما بيقولوا، كان بيسموها كده. حتى انا قريت يوم ما السجلات العسكريه قدمت لي الورق بتاعه وانا عندي 21 سنه، قالوا لي ان هو كان كاتب ورقه قايل ان هو فدا مصر، يعني انا خدت الورقه معايا، وهو شهيد مسجل نفسه شهيد عمليات حربيه. شد الرحال، شق الرمال، هز الجبال، عدى المحال، زرع العالم، طرح الامل، وبقيت انا ام البطل. إذا نعود لنواصل الحوار مع اللواء محي نوح. سيادة اللواء، أسألك الآن عن أوضاع أسر الشهداء. يعني أسر الشهداء لهم حقوق في رقابنا. هل بالفعل ما زال هناك تواصل مع أسر هؤلاء الشهداء؟ هل استطعنا أن نحل ولو بعضا من مشاكلهم المزمنة؟ هو طبعا بما لا شك أن أسر الشهداء في كثير من المشاكل لديهم، والقوات المسلحة باستمرار بتحل مشاكلهم أول بأول. أي شهيد أهله لهم مطلب معين على تواصل باستمرار مع القوات المسلحة. وفي يوم الشهيد النهاردة عاملين احتفال موجود فيه الناس كلها، أهل الشهداء. وبعدين احنا بالنسبة للمجموعة بتاعتنا، أنا بعمل اجتماع كل سنة بيحضروا جميع مجموعة 39 وأهالي الشهداء، وبنكرمهم. احنا بنكرمهم. فالقوات المسلحة مما لا شك انها بتكرم الشهداء بتوعها، وباستمرار في تواصل بينهم وبين بعض. في تواصل بين الاثنين وبين بعض. اذا كان هناك في اي واحد له مطلب معين، في جهات مختصة في القوات المسلحة تنفذ له المطلب بتاعه فورا. فورا. لأن الشهيد ده كلنا نحطه فوق دماغنا. أهله نحطهم فوق دماغنا، ده قدم روحه. نعم. يعني أكتر من واحد يقدم روحه. صحيح. أنا عاوز أحكي لك فندم، أحكي لحضرتك إحدى العمليات سريعا. عملية كانت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل كانت راحت تزور مطار الطور عشان ترفع معنويات القوات بتاعتها. الكلام ده كان في 2/5/70. فالمجموعة كلفت بأنها تدمر مطار الطور قبل ما تروحوا جولدا مائير. فطلعنا يوم 2/5 ب6 قوارب وقواذف ودخلنا في الخليج. المسافة كانت حوالي في الخليج بالليل، وأمواج عالية جدا، موج عالي، طقس رهيب بالليل في الشتاء. بنعدي مسافة في حدود 35-40 كيلو عشان نوصل للهدف بتاعنا وندمر المطار ونرجع تاني. طلعنا القوارب ماشية، الموج عالي جدا، فجت موجة خدت، طلعت القارب كده. انا كنت واقف في احدى القوارب، كان معانا بيقودنا الشهيد ابراهيم الرفاعي. نعم. القارب طالع فوق، فقبل ما ينزل القارب كنت انا نازل في منطقه. هذه المنطقه فيها سمك القرش موجود، ومنطقه ضحله، منطقه يعني سواد حالك. نزلت في حبل اسمه حبل البارومه، نزل فوقي، مسكت في حبل البارومه وقعدت تحت القارب اشرب ميه تحت القارب. القارب ماشي وانا تحت القارب ومدور عليها في المنطقه بالليل كحل. فكنت مخلف بنت صغيره في الوقت ده، جات لي صورتها تحت الميه وقعدت تكلمني، وانا قلت تحت، قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، على اساس انا ميت. نعم.
لو سبت الحبل الرفاص اللي ورا هيقسم دماغ نصين. لو الرفاص اللي ورا نجيت منه سمك القرش هبقى غذاء لسمك القرش حلو في المنطقه. فكان معانا مساعد اسمه علي ابو الحسن وقف القارب، قدرت لما وقف القارب قدرت اطلع، مسكت طلعنا ووصلنا لغايه ما وصلنا. كان معانا واحد اسمه غريب برضه في المنطقه ده، لو جبناه الى ان وصلنا الى مركب شاحطه لبناني على الشط ارتفاعها 20 متر. بدانا نطلع القواذف على ظهرنا. كانت الرياضه بقى كنا رياضيين، انا واخد بطوله العالم العسكريه في البوكس في الملاكمه، وزملائي كلهم واخدين بطولات معينه. بدانا نطلع القوارب، طلعنا فوق، نصبنا القواذف، مجموعه راحت حطت الالغام، وبدانا نقذف الموقع لمده 40 دقيقه متواصله. اتدمر الموقع تدمير كامل. ضربت 3 عربيات في الالغام راح تنقذ الموقع، ضربت الالغام اتدمرت. جولدا دمر الموقع. جولدا مائير اللي كانت رايحه الصبح عشان ترفع معنويات قواتها انخفضت معنوياتها ورجعت تاني وراحت لموقع تاني غير هذا الموقع. ده كله تدريب الصاعقه. احنا اساسا اولاد الصاعقه. سؤال اولاد جلال هريدي نعم الصعيدي طبعا. اولاد جلال هريدي طبعا. اولاد الفريق صلاح عبد الحليم. نعم. اولاد الناس نعم اللي هم بنوا هذه الصاعقه على اكتافهم. أنا عندي سؤال أخير لحضرتك. أنت كقائد عسكري سابق بالتأكيد سعدت عندما انطلقت ثورة 25 يناير. هل كنت تتوقع أن يكون موقف الجيش هو الانحياز إلى جماهير الثورة في هذا الوقت رغم وجود قائد أعلى للقوات المسلحة اللي هو في نفس الوقت رئيس الجمهورية؟ أنا أقول لك حاجة يا أستاذ مصطفى. أولا أنا في قاعد مع بعض الضباط الكبار، قاعد بتكلم معاهم الكلام ده قبل الثورة. فبسألهم سؤال: إيه رأيكم في جمال؟ قالوا مين جمال مين؟ قلت جمال فلان. قالوا لي يعني كان هناك رفض قاطع لعملية التوريث أولا من القوات المسلحة. دي نمرة 1. نمرة 2 إن المشير حسين طنطاوي وأنت أعلم بهذا وقف جنب الثورة من بدايتها، والقوات المسلحة وقفت جنب الثورة، وأنت شفت الدبابات في البداية كان مكتوب عليها إيه؟ يسقط مبارك. إذا النهاردة القوات المسلحة مع بداية الثورة حمت الثورة، وقف جنب الثوار لأنها ما كانتش راضية عن الوضع اللي موجود خلال الفترة اللي فاتت. نعم. فإذا القوات المسلحة كانت واقفة مع الثوار، واقفة معاهم إلى مدى كبير جدا. أجي نتيجة الأخطاء، كل حتة فيها أخطاء صغيرة بتحصل، أخطاء صغيرة أضيع كل اللي أنا عملته. وبعدين عاوز أقول لحضرتك حاجة: لا يمكن الناس دي بتتحرك، لابد أن يكون في أجندات موجودة داخلية يا أستاذ مصطفى عشان تدمير هذا البلد، سواء من أمريكا، سواء من إسرائيل، سواء من أي جهة. مصر بلد عظيمة واللي حواليها مش عاوزينها تنجح. نعم نعم. فتلاقي اللي بيهدموا كتير واللي بيبنوا قليلين. احنا عاوزين العكس، اللي بيبني يبقى كتير واللي بيهدم يبقى قليل. يعني بهذه العبارة التي أطلقها اللواء محي نوح، محتاجين إلى البناء، محتاجين إن احنا نمضي إلى الأمام. نعم. عاوز أقول كلمة بس. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله. نحافظ على جيشنا يا أستاذ مصطفى إن شاء الله عشان يبقى هو القوة اللي هتقدر تحافظ على هذه إن شاء الله. مصر في رباط إلى يوم الدين. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر اللواء محي نوح. شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. بعد الفاصل سوف نلتقي بالمستشار زكريا شلش رئيس محكمة الجنايات جنايات الجيزة، وأيضا سوف نلتقي بالمستشار الدكتور خالد القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف. بعد الفاصل يحدث اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.